السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موتور بيعمل في صوت. الفيديو ده بنشوف موتور مروحة بتاع شباك، وحدة خارجية أو موتور المروحة اللي بيبقى متحكم في المروحة الخارجية والمروحة الداخلية. المشكلة في الموتور المروحة ده إن هو بتغير له رمان بلي بسبب إن هو بيعمل صوت زي صوت صفارة. صوت الصفارة ده بيبقى عادة من الرمان البلي بتاع الموتور، فاللي بيتم إن أنت بتفك الموتور ده بتطلعه الأول بالشاسيه بتاعه من قلب الجهاز خالص، وبعد ما بتطلعه من قلب الجهاز خالص بتبدأ تفك الأجزاء بتاعته وبتخرجه من الشاسيه. يعني الشاسيه ده بيبقى راكب جوه الجهاز، بتفك المروحة يمين والمروحة شمال عشان تقدر تفك القواعد بتاعة الشاسيه، وبعد كده تخرج بالشاسيه من مكانه خالص فتطلع الموتور من بعضيه. بعدين لما بتطلع الموتور من بعضيه بتبدأ ان انت تخرج الاكس اللي جوه الملف بتاع الموبينة عشان تغير البلية شمال ويمين. من البلية الشمال واليمين دول بيتجابوا جداد وبيتركبوا مكان القدام، وده اللي بيخلي الصوت اللي فيه نحرة في قلب الموتور هو شغال. لما تغير البلي الصوت ده بيروح خالص، وبيبقى فيه نعومة في الجهاز، وبيبقى فيه نعومة في المروحة وسرعتها بتزيد أكتر، ولكن بيختلف من موتور للتاني لأن أنت ممكن تغير رمان البلي ده ويبقى الموتور نفسه الضغط بتاعه ضعيف، المجهود بتاعه ضعيف. بنعرفها من الملف الداخلي. الملف الداخلي بتاعه لما بيبقى شغال على مدة طويلة ممكن ما يستحملش ان هو يشتغل زي الاول، يعني ممكن يقعد ساعة او ساعتين يشتغل وبعد كده الملف يتحرق. ده اللي بيخليك انك انت ما تقدرش تتحكم في الموضوع. انت ممكن تغير رمان البلي، وبعد ما تغير رمان البلي بعدها بشوية تكتشف ان الموتور خلاص اتحرق. فده انت ما تقدرش تحدده غير لما يكون الجهاز او الموتور نفسه شغال باستمرار. وفي نفس الوقت رمان البلي ده بيبقى خطوة، هو ما بيعالجش الموتور، هو بس بيشيل الصوت اللي موجود في الموتور. يعني الموتور شغال وبيعمل نحرة صفارة، بيعمل نحرة صفارة، فالصفارة دي بتبقى الصدى اللي موجود في قلب البلي. لما بتشيل البلية وبتركب واحدة غيرها جديدة خلاص الصوت بيروح. لكن الملف نفسه بتاع الموتور هو بيبقى عمر افتراضي. ممكن ابقى شغال في الموتور ده وبغير له رمان بلي، وبعد ما اغير له رمان بلي واقفل واشغل يشتغل معاه تمام قوي. ممكن ما يكملش اليوم والاقي الموتور نفسه ضعف واتحرق او طلع شياط او كده. فده بيبقى ناتج ان الملف بتاع الموتور، ملف التقويم بتاعه اللي هو السلك الداخلي بيبقى ضعيف وليه عمر افتراضي. فخلاص انت ممكن بقى تشيل الرمان البلي ده وتحتفظ بيه او تركبه لموتور تاني. فاللي بنشوفه دلوقتي طريقة فك الموتور وتغيير الرمان البلي اللي بيتم دلوقتي ان انت بتصنفر الاكس بتاع الموتور، بتصنفر الاكس علشان خاطر البلية تخرج من الاكس بسهولة. مجرد ان انا بصنفر الاكس ده، الصنفرة بتخلي البلية تخرج بسهولة ما تبقاش معصلجة. وبعد كده بتبدأ انك انت تشوف البلية القديمة والبلية الجديدة. اللي ظاهر قدامنا دلوقتي بيبقى البلية القديمة والجديدة. بنقدر ان احنا نركب البلية الجديدة في الاكس وهو على نضيف. الصنفرة مهمة لان هي بتخلي البلية تخرج بسهولة عشان خاطر ما يبقاش فيه اكسدة في الاكس. لو انت عمال بتخبط في قلب البلية عشان تخرج من قلب الاكس بتاخد معاك وقت طويل جدا ومهلك. في الوقت ده بتتعبك عشان خاطر الاكس بيبقى مصدي. غير لما انت بتكون مصنفر الاكس كويس قوي وبتبدأ تخرج البلية من قلب الاكس فبتخرج بسهولة. بعد كده بتركب البلية الجديدة، والبليتين بعد ما بتركبهم بتبدأ ان انت تقفل الاكس في قلب الموتور. وبعد الموضوع ده ما بيتم بتقفل بقى الموتور بتاعك وبتربط المسامير بتاعته عشان خاطر انك انت تجرب الموتور، يبقى معاك يبقى في خبرة علشان تقدر انك انت تفك البلي بسهولة. تبقى عارف ازاي تصنفر الاكس، وبعد ما تصنفره تدق دقتين زي ما انا بوريك كده. انا بشتغل اسمها منجلة اللي هي بتفك البلي بسهولة. فطبعا ان انا بدق دقتين 3 على البلية بيخرجها بسهولة علشان الاكس متصنفر. وبعدين بقوم مقفل الاكس جوه الموتور وبقفل مساميره علشان لما اجرب اتاكد ان العملية ماشية صح والموضوع ماشي مظبوط. فبقفل بعد كده الموتور في قلب الشاسيه، وبحط الشاسيه بالموتور في قلب الجهاز بتاع الشباك اللي هو هجرب وهشغل. في جنبين، جنب بلاور بلاستيك والجنب التاني نظام مروحة. الجنب ده عشان خاطر البلاور البلاستيك اللي هو هيرمي هواء ساقع، واللي ورا منه المروحة عشان خاطر الهواء السخن يترمي بره.
لو عندك اي كومنت ولا عندك اي حاجة ابعتلي ارد عليكم. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.